السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور أعظم نادي في الكون، جمهور النادي الأهلي العظيم. النهارده يا جماعة أنا طالع عشان أعلق معاكم على تصريحات كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق. كابتن عصام كان بيقول انقذوا التحكيم المصري من جلاتنبرج. والله أنت إن جيت للحق هو الراجل بيصلح أخطائك أنت، الراجل بيصلح ما أفسدته أنت. يكفي إن في عهدك مفيش حكم مصري راح كأس العالم. يكفي ان في عهدك طلعت علينا مصطلحات ما نعرفش عنها حاجه زي روح البروتوكول والاحتواء. يكفي ان في عهدك ضربه جزاء غير صحيحه تم احتسابها للزمالك، وانت كرئيس لجنه الحكام طالع بتقول 50-50. يا كابتن ضربه الجزاء مفيش حاجه فيها اسمها 50-50، يا ضربه جزاء يا مش ضربه جزاء. يكفي ان في عهدك تم اختراق قوانين الفار في مباراه الاهلي وفاركو عندما احرز الاهلي هدف ورجع الفار لفاول بنص الملعب على الاهلي بعد استئناف المباراه عشان يلغي الهدف، والفار مش من صلاحياته انه يرجع بعد استئناف اللعب. حدث فاول والحكم استأنف اللعب ولعب، مش من صلاحيات الفار انه يرجع يستأنف اللعب. في عهدك حصل الكلام ده، في عهدك تم الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي في البنك الاهلي، في عهدك حدث حاجات كتير قوي 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 قوي. هي بس المشكله اللي مضايقاك دلوقتي ان النادي اللي انت كنت شغال لصالحه في المركز الثالث ما بقاش فيه احتواء، ما بقاش فيه ضربات جزاء ظلم زي ما شفناهم كده في الفيديو بيقول له اوعى اوعى اوعى. ده اللي انتوا ربيتوه عليهم. وبعدين انت بتختم كلامك بتقول انا مش هرجع. ومين قال لك ان احنا عايزينك ترجع؟ ابعدوا عن الراجل، سيبوه يشتغل يا فسده. ده اسمه فساد. لما يكون في حد بيشتغل وبينظف وتهاجموه ده اسمه فساد. خليك في حالك، ابعد بعيد عننا. احنا مش محتاجين رجوعك في حاجه، احنا بنصلح اللي انت عملته، بنحاول نرجع الحكام لطريقها الصحيح مش على الفساد اللي اتربوا عليه. متشكرين ليك، مش عايزينك. وبخصوص التحكيم بقى في نقطه تانيه يا جماعه. يا ترى نادي بيراميدز هيطلب حكام اجانب لمباراته في الكاس مع الزمالك؟ هو طلب حكام اجانب مباراته مع الاهلي، ومباراه في الدوري 3 نقاط تعوض. دي مباراه كاس، مباراه اقصائيه. هيطلب حكام اجانب ولا هو الموضوع حقد وغل وكره للنادي الاهلي؟ مش عارفين تبقوا زيه فعايزين نوقفه. وكسبناكم بالحكام الاجانب وبنكسب الزمالك طول عمرنا بالحكام الاجانب. استقيموا وارحمكم الله. مش هتقدروا تبقوا زي الاهلي. الاهلي بعيد قوي عنكم، بعيد، مش تعرفوا. الاهلي وراه شعب النادي الاهلي. عفوا يا جماعه. طيب نخش بقى في النقطه المهمه. نادي عبده القماش، هي عدالات راحت فين؟ عدالات ما بتعملش قهوه اليومين دول ولا ايه؟ شفتوا فرقه الزمالك امبارح يا جماعه في الملعب عامله ازاي؟ فرقه ما خدتش منشطات عشان في عين عليها وخايفين من تحليل. شفتوا الفرقه عامله ازاي؟ اللي هي بتستلم الكوره بتقع. قناه نادي الزمالك عشان اقول لكم الناس دي مخها فيها بليله. جمال عبد الحميد طالع بيقول سياده المستشار مش هيسكت على الكلام ده. لجنه المنشطات اضرت ونزلت مستوى اهم لاعب عندنا زيزو. ده انت سلمته تسليم ايه يا اخي؟ مش هيسكت على ايه؟ انا عايز افهم يعني انت ده اعتراف ضمني ان انتوا بتاخدوا منشطات والمانعين جت عليكم فخلاص بقى. امبارح طارق يحيى في المداخله بتاعت مرتضى المعتاده بيقول له يا كابتن يا سياده المستشار هو لسه في لعيبه بتتعاطى حشيش في النادي؟ قال له اقفل يا طارق، اقفل يا طارق. عبط، والله عبط يا جماعه. انا قلتها والله قبل كده من فيديو في الصيف اللي فات. لعيبه الزمالك بتاخد منشطات ومحدش صدقني. والله بياخدوا منشطات.
شوفوا الفرق امبارح. اللعيبه مش عارفه تقف على رجليها، ومع ذلك يعني ان ربك لبالمرصاد. ده يعني هم انطبق عليهم واللهم اجعل كيدهم في نحرهم. بلسانهم اعترفوا على نفسهم، ربنا وقعهم في شر اعمالهم عشان يتكشفوا. فرقه فاضيه والله فاضيه. المهم النهارده ان شاء الله عندنا مباراه مع النادي المصري، تم تعيين حكم ليها وليد عبد الرازق وسامي هلهل وهاني خيري للفار. وليد عبد الرازق حكم مش دولي، ودي نقطه عليها برضو علامه استفهام. والنقطه الاغرب انه حكم اسماعيلاوي. اتمنى ربنا يخلف ظني، مش هتكلم دلوقتي، بس انا حبيت اقول لكم الملحوظه دي. هنشوف الماتش ونشوف الحكم الغير دولي الاسماعيلاوي هيعمل ايه. اتمنى يكون فير، اتمنى. انا مش عايز غير حقي، والله ما عايز اتجامل، انا عايز حقي. احنا ما عندناش حد بيقول اوعى، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش الغطس ده. فاتمنى ان يكون الحكم فير، واتمنى النادي الاهلي يقدم مباراه قويه ويكسب، ويبقى الفرق 7 نقاط وان شاء الله في لقائنا معاهم يوم القمه ربنا يكرمنا بالفوز ونوصل الفرق ل10 نقاط ونغرب بالصداره ونبعد بيها ان شاء الله. سعدت جدا 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 بتألق حسام حسن. حسام حسن في اول مباراه ليه مع سموحه احرز هدفين. في ناس طلعت قالت يا جماعه اصل الفريق النادي الاهلي تقيله والضغوط ومش الضغوط. طيب تمام، انا متفق معاكم في الراي دوت، بس كون حسام يروح اعاره لسموحه ويحرز هدفين ويبدا يستعيد الثقه، اعتقد في حاله رجوعه للنادي الاهلي بعد استعاده الثقه بتاعته مش هتكون عليه ضغوط. هو خد التجربه مع النادي الاهلي في الاول وعدى الدرس عليه، فهيرجع بثقه في النفس ووضع مختلف تماما. هيفيد ان شاء الله النادي الاهلي. واتمنى لكل لعيبه النادي الاهلي اللي خرجت اعاره التوفيق. عمار لعيب كبير، محمد محمود لعيب كبير، اتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله ويرجعوا ويكونوا سند ودرع للنادي الاهلي. ونتقابل ان شاء الله بعد مباراه النادي المصري، واتمنى للمره الاخيره ان الحكم يخلف ظني. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.